تدرون ان في لعبة مشهورة جدا واذا قلت اسمها راح تعرف ايش هي اللعبة؟ اسم اللعبة موبايل ليجند بانج بانج، ونظام اللعبة موبا 5 ضد 5 حماسية جدا، والخمسة اشخاص كل واحد له بطل وله حركاته الخاصة، والفريقين كل واحد عنده قلعة وابراج، ولازم ان فريقك يكسر ابراج اللي ضدك، واذا كسرت كل ابراجهم تروح وين؟ تروح للقلعة حقتهم وتنهي الجيم. وفيها كلانات وفيها مجتمعات، يعني تقدر تتعرف على ناس وتلعب معاهم، وتقدر برضو تلعب مع اخوياك. وبما ان العرب كثير في لعبة موبايل ليجند بانج بانج حطوا لنا بطل اسمه خالد. الرمل هو سلاحي. اللعبة واضح انها مهتمة بالعرب، وعشان كذا سووا لهم تصميم بعيد الاضحى. اول ما تخش اللعبة راح تشوف انه في عيد اضحى وحركات وانه يعايدونكم وكذا، وفي فعاليات كثير خاصة بالعرب. وابشركم ترى كثير سعوديين محملين اللعبة ويلعبونها. اللعبة حماسية ولا تفوتك، الرابط تحت في الديسكريبشن، حملها تراها مجانية. نزلها مجانا. موبايل ليجندز بانج بانج. والله العظيم اني استاهل كل واحد من المتابعين وكل واحد في القناة عندي مشترك استاهل انه يصكني بهذا الخيزران، يقعد يضربني لين اعاف. لكن يا جماعة الخير ودي اتكلم معكم، بس ما راح اخذ من وقتك. والله يا اخوان، والله اني ما ودي اسحب على القناة. قسما بالله اني اذا ما نزلت ان يجيني شيء كذا كأني ناسي شيء. شفت يوم انك انت تنسى شيء كذا، انا يجيني نفس الشعور. اللي صار لي كالتالي، بعطيك الموضوع وانت اعذرني. شوف اذا كان عذري انا تمام قل لي يا ريان خلاص معذور وتكفى لا تعيدها، خلاص قل لي هذا. واذا والله العذر مو تمام قول والله عذرك ما هو مقبول. اول ما خذيت السيارة، الحين بتشوفون السيارة، اول ما اخذتها من الفرحة خذيت اهلي وعلى ابها، دقيت امها على ابها. طيب هذا اول عذر تمام، قلت خلاص باخذ على الاقل يومين 3 4 ايام كذا في ابها وارجع جدة. لكن وش صار؟ يوم رحت هناك شفت الاجواء، شفت العلوم الزينة، مددناها. خالط واحد في كورونا واروح وانحجر في غرفة عشان ما عندي لا امي ولا ابوي، وانحجر في غرفة 14 يوم مع ال7 ايام اللي اخذتها و14 يوم. احسب انت اللي بتحسب تمام. طلع الحمد لله انا ماني مصاب. وش سويت؟ دقيت امها على وين؟ بالاحمر، سواليف طقطقه. وخالت واحد ثاني من اقاربي، وهاتك 14 يوم ثانيه. احسب كم صرنا الحين؟ شهرين. هذا اللي صار والله يا اخوان. ويوم قالوا انك ما دام انك رجعت من جده خذ لك اعلانين مشها ونترزق الله ونرجع يعني حق اللي راح في السيارة. فالحين بتشوفون السيارة، أول شيء بتشوفون فلوق بسيط عن الحصان. قولوا لي إذا تبغوني أروح له كل يوم أوريكم كيف بركبه وكذا. أنا طبعا عندي فوبيا من الأحصنة لأن صار لي موضوع، صار لي قصة في الطائف، إذا تبغون أقولها بقولها ما عندي مشكلة. وبتشوفون السيارة هذه، فأتمنى ما حد يأخذ الموضوع بشكل إنه تفاخر وكذا، لا والله. أنتم بتسمعون إن شاء الله الفلوق، بتشوفون إن شاء الله فلوق، خذوها وعد مني بإذن الله ما تقطع إن شاء الله. كان معكم رينا مجد جيمز، هلا مولي. واليوم ضيوفنا في هذا الفلوق علي وسلطوني. تبغون تركبين اليوم الحصان؟ ما راح تطيحين؟ قولي لا. يا سلام علي. انا الخيال. انا ترى زمان كنت انا والزير سالم كليب مع بعض نتمشى. فين؟ نسيت. السكب كان موجود. الزير سالم كان في حصان وانت في حصان ولا ما ركب معه؟ انا السكب. ايوه. الزير سالم كان مع واحد اسمه سلامه الحصان. ايش اسمه؟ سلامه. انا الحين انا ما اعرف اركب حصان ولا اعرف اسوق ولا اعرف اسوي اي حاجه. بسيط. كيف اتعامل مع الحصان؟ تروح انت السكب، خاص السكب، وتقول انا تراني ما اعرف. تكلم في اذنه. كلمه في اذنه. ايوه. ايش اقول له؟ قول انا ما اعرف ترى، يعني خلك حبيب معي. حبيبي. في ضيف جديد. السلام عليكم. سلام ورحمه الله، كيف حالك؟ طمنا عنك. جاهزين؟ انت اللي جاهز؟ جاهز. انا ما اعرف اسوق صراحه. بتعرف تسوق ايش؟ ما اعرف اسوق السكب. السكب؟ الحصان. عندي. تبغى تعلمني؟ اعلمك. الشريف. اليوم ضيف جديد يبغى يركب الحصان. بركب سيسي. بس بسأل مشعل انت قد ركبت حصان من اول؟ مرة واحدة عند هذا. ايش رايك؟ وكان الاداء سيء مره. طيب اليوم حسبتك بتمدحني. طيب اليوم عادي اليوم حسيله مزور باجري كثير كبير ان شاء الله. كيف حالك يا نونو؟ بس هي خايف منك، تحسب انك احنش. ايه يرحم امك ابغاك في الويكند انت شارس سعاده الولد. خذ رقمك يا شيخ. يا تفهم في الاحسن تفهم. راسه كيف كبير. تفهم.
وصلنا يا اخوان، وصلنا المربط والعيال متحمسين. مين بيطلع اول واحد؟ انا ها؟ ما شاء الله تبارك الله. وصلنا المربط يا اخوان، والى الان باقي ما شفت السكب. فين السكب حقنا؟ هو دقيقة، هذا شميم ما شاء الله. وين علي السكب؟ فين السكب؟ سلطان هذا من؟ بنت ركها ركبت. السلام عليكم، كيف حالك؟ هذا السكب يا اخوان، اخيرا شفته. كبير قدام وصغير ورا. لا ما يرقص. كيف حالك سكوبي؟ ايش فيه الهث؟ شوف كيف يسوي بالشعر يا حركات. خايف مرة ترى. حبيته ركاء؟ حبيته؟ انخش دخل. كنت بقول له حبيته في الله اندس. تفهم يا عيال. تعال تفهم تعال يا سيدي، ابغاك تعرفني. هذا لا ايش موقفه في الاعراب هذاك اللي تحت اللي هناك؟ هذا ذيك مسوي حصان. فاهم؟ ايوه اللي يسوي انه يمون. ما شاء الله، ورب الكاميرا اكبر منها انت ما شاء الله. بعدين شغل اغنيه زلزله. ايه يلا الحين نشغلها يلا. ما شاء الله تبارك الله. درك يا مشعل. الحين بنطلع قلت له تعال من هنا. السكب. سلطان وخري، لا تجي ورا الحصان ابدا. كان بيعطيك واحدة علي. بسم الله ما شاء الله. تدري ليش يسوي كذا؟ ليه يسوي كذا؟ اول مره تشوف اللقطات صح؟ يلا يا ميشو. اذا ما سويت لهم الليل والبيداء وما ابقى ماشي. على رز. مشعل اسحب. سويت لهم الليل والبيداء وما ابقى ماشي. كفو والله فلت. كيف مسكته ما شاء الله عليك؟ ريحته خضار. المقطع هذا والله العظيم قسما بالله ما هو تفاخر ولا هو انه انا شوفوني انا اللي معاي سيارة فخمة، لا والله، ولكن هي مشاركة. شيء اسعدني، شيء من زمان حلمي اني اخذه، فقلت اشارككم هذه السعادة لانكم اخواني ولانكم عزيزين على قلبي واحبكم وتحبوني، فعشان كذا اتمنى ما حد ياخذها بشكل انه هذا الشخص يتفاخر، شوفوني انا معاي سيارة. لا والله العظيم ما انسى فضلكم علي يوم اعطيتوني هذه السيارة. المتابع القديم اللي راح يعرف انا كيف اخذت هذه السيارة هذه جلست معايا 7 سنوات. 7 سنوات والله العظيم ما شاء الله تبارك الله، عشانكم اعطيتوني اياها او خليتوني اخذها بصدر رحب. الى الان السيارة ما اشتكت ولا من شيء، والحمد لله الحمد لله لا انا ولا ابوي ولا علي صار لنا عليها حادث، بس دقات بسيطة، ولكن حادث ما صار لنا. ليش؟ لان انا كسبتها برضاكم وكسبتها بفضل الله ثم فضلكم. السيارة هذه اللي ما اعرف قصتها، كانت مسابقة جميلة جدا، انك اذا تصورت معها سيلفي تنزلها في التويتر وتحطها في الهاشتاج، واكثر ريتويت كانت ريتويت، اكثر ريتويت
تاخذ السياره هذه، والحمد لله بفضل الله ثم فضلكم كسبنا السياره واخذنا اعلى ريتويت على هذه السياره. طبعا المصور علي والله زي ما اقول لكم يا اخوان ما اشتكت من شيء، الحمد لله ما اشتكت من شيء، ما تشتكي الا من الهوبات والزيت بس. الحمد لله الحمد لله. ما بعتها، كلهم قالوا بيعها اول ما كسبتها، فما بعتها. قلت له هذه هديه جاتني من المتابعين والله ما بيعها، والى الان معايا والحمد لله محافظ عليها. نروح للسياره، سياره حلمي، سياره العمر على قولتهم. تعال علي. دقيقة قفل السيارة واجيكم دقيقة. أعيد وأكرر والله العظيم ماني قاعد أتفاخر عليكم، قسما بالله ما هو تفاخر، هذه مشاركة لأن هذا الشيء أسعدني جدا. لكزس 2019 أخذتها مستعمل، ماشية تقريبا 30، جديدة يعني تعتبر جديدة، ما غسلتها، قلت خليها ما في أمي حيل أغسلها. سبورت فل كامل. تعال علي من جوا. هذه السيارة من جوا يا جماعة الخير، جملي فل كامل طبعا. بقلب حسن كتبي أقول لهم حياك 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 حياك. عائلية رسمية حقت كشخة، تنفع لكل شيء الحمد لله. أهم شيء يا جماعة الخير تذكرون الله، العين حق، والله يرزقكم من واسع فضله. الله يرزق كل واحد بالسيارة اللي يتمناها. هذه سيارة كنت أتمناها يا جماعة الخير والحمد لله أخذتها. أنا يا جماعة الخير كنت أجمع أي إعلان يجيني أحطه عند أمي، أي إعلان يجيني أحطه عند أمي، أي إعلان يجيني أحطه عند أمي. جمعت شوي وتزوجت، جمعت شوي كذا واشتريت بيت لي. ما حبيت إني أشتري أول حاجة سيارة وتروح فلوسي، قلت لا خلوني بس أجمع عشان أشتري للزواج، خلوني أجمع عشان أتزوج وأجمع الشيء الثاني البيت والسيارة في الأخير. الحمد لله بعد ما تزوجت اشتريت بيت، قلت يا ولد خلني أخذ لي سيارة خلاص لي وللعمر. الكاميرا ما قصرت، هذه بنخليها حق سفر، حق طلعات، حقت كذا عصرية وبس. وبإذن الله يا أخوان بإذن 1 أحد القطعة هذه ما راح تصير، راح أرجع إن شاء الله للقناة، راح ترجع قناة علي بإذن 1 أحد. وبس لا تنسون اللايك والسبسكرايب. سلام عليكم.